ازيكم؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة رجعنا مع بعض بوصفة جديدة سهلة وبسيطة جدا وسريعة. هنعمل مع بعض فطيرة الجلاش بحشوة اللحمة المفرومة والفلفل الالوان. وصفة سهلة وبسيطة للغداء أو للعشاء وبجد طعمها خطير. وهقول لكم ازاي تعملوا الجلاش ويطلع معاكم مورق وشبه قوام الفطير كده، وطعمه كمان خطير. بس قبل ما نبدأ مع بعض فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ولو انتوا أول مرة تشوفوني فأنا فاتن عوض، يلا بينا نعمل مع بعض فطيرة الجلاش باللحمة المفرومة والفلفل الألوان. هنبدأ أول حاجة بالحشوة. احنا عملنا قبل كده، هتلاقوا فيديو كامل على القناة عملنا فيه عصاج اللحمة المفرومة بحشوات كتيرة جدا تستخدموها في كل الوصفات. دي كانت واحدة منهم، عصاج اللحمة المفرومة بالفلفل الألوان. هسيب لكم كمان لينك الفيديو، هتلاقوه موجود في صندوق الوصف عشان تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوا كل الحشوات بتاعتنا. بعد كده بنجيب لفة الجلاش، استخدموا طبعا اي نوع او اي ماركة انتوا بتحبوها. اهم حاجة طول ما احنا شغالين في الجلاش سواء حلو او حادق نغطي الجلاش دايما بفوطة عشان يفضل طري وعشان ما يتكسرش معانا. هنجيب بعد كده الصينية بتاعتنا وهندهنها ندهن الأرضية كويس جدا. أنا هنا عندي خليط من السمنة والزيت، تقدروا تستخدموا كمان زبدة مع زيت ميكس مع بعض. وأهم حاجة عشان يديني طعم حلو ونكهة حلوة كمان للجلاش. بنبدأ بعد كده بناخد ورق الجلاش، بنحط نص الورقة في الصينية من جوه والنص التاني من ورقة الجلاش بيكون من بره، عشان الطبقات دي كلها هنبدأ نلمها بعد كده على بعض عشان نقفلها كويس جدا من كل الجوانب. ما بين طبعا كل طبقة وطبقة بتدهنوا دهنة خفيفة جدا من المادة الدهنية من السمنة والزيت أو الزبدة والزيت. طبعا ما نزودش كتير عشان ما تبقاش تقيلة في الأكل، وفي نفس الوقت تورق معانا مظبوط وما نكونش فيها نسبة دسم زيادة عن اللزوم. بتكرروا نفس الخطوات بالشكل ده. بنحط نص ورقة الجلاش من جوه في الصينية والنص التاني بيكون من بره، لحد ما تحطوا بقى عدد الطبقات اللي انتوا عايزينه في الطبقة الأولى أو النص الأولاني من صينية الجلاش. كمان لو عندكم أي ورق جلاش متقطع كده أو متكسر تقدروا تحطوه في النص، مش هيبان خالص، وتقدروا كمان تستخدموه، مفيش أي مشكلة. بعد ما ضفنا نص كمية الجلاش او عدد الطبقات اللي احنا عايزينه في النص الاولاني، بنزل بعد كده بالحشوة بتاعتنا وهي اللحمة المفرومة مع الفلفل الالوان. تقدروا تزودوا كمان فيها زيتون او اي خضار تاني انتوا حابينه، هيديها طعم حلو جدا. فردتهم كده طبقة واحدة في النص بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. مجرد ما فردنا اللحمه بتاعتنا او الحشوه بتاعتنا في النص، الخطوه دي طبعا اختياري. انا قطعت هنا قطع من الجبنه الموتزاريلا على الوش. تقدروا تضيفوا جبنه رومي مبشوره، او لو عندكم ميكس جبن او لو جبنه تشيدر، اي نوع جبن انتوا حابينها تقدروا تزودوها في النص. بتمسك الحشوه اكتر وكمان بتديلي طعم حلو للحشوه في النص. بعد ما ضفت كل كميه الجبنه بالشكل ده، هنبدأ بعد كده نعيد نفس اللي احنا عملناه من تاني. بنضيف طبقات الجلاش ونص الورقة اللي احنا سيبناه من بره الصينية بنبدأ بندخله لجوه بالشكل ده. ندهن طبعا بين الطبقات. اهم حاجة بقفل الاطراف كويس جدا عشان الحشوة ما تخرجش منها، وتبقى الفطيرة بتاعتنا او فطيرة الجلاش متقفلة كويس جدا من كل الجوانب. وبندهن برضو طبقة كويسة كده بالشكل ده. اهم حاجة عندي على الوش بحط ورقتين يكونوا مش متقطعين، بنظبط شكلهم جدا لان ده هو هيكون الوش بتاع الفطيرة بتاعتنا. بدهنها برضو شوية شوية من خليط الزيت والسمنة على الوش. وببدأ بقطع صينية الجلاش على حسب القطع اللي انتوا عايزينها وحسب طبعا حجمها. قطعوها بالطريقة اللي انتوا حابينها. بنقطعها، اهم حاجة بوصل في التقطيع للاخر بالسكينة عشان بعد كده بعد ما تستوي نعرف نخرجها بسهولة من الصينية، نخرج القطع بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بقطعهم لقطع حجم بعض متساوي بالشكل ده، وبضغط على الجلاش وانا بقطع عشان الورقات يفضل شكلها مظبوط والوش كمان يفضل شكله كده مظبوط ومترتب وما فيهوش اي جلاش متكسر او مش مظبوط. خلاص كده بالشكل ده
في المرحلة دي هدخلها الأول الفرن لمدة 10 دقايق تتشمع، بس ما تكونش استوت، مجرد بس ما تبدأ تتشمع. بعد كده بتخرجوها بعد ال10 دقايق. بكون مجهزة خليط من بيضة مع كوباية من اللبن، وعليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من البيكنج باودر، هو ده اللي هيخليها مورقة. وببدأ بسقي بعد كده الفطيرة بتاعتنا أو الجلاش بتاعنا بالسائل بتاعنا أو خليط التشريب بتاع الجلاش. أهم حاجة بتوزعوه كويس جدا على كل الجوانب عشان أضمن إن هو دخل في كل الطبقات، وهو ده اللي هيديني التوريقة اللي انتوا شفتوها والقوام بتاع الفطير في الفطيرة بتاعتنا. اخر حاجة ودي اللي انا بحبها جدا مع كل وصفات الجلاش الحادق، وهي رشة حبة البركة. بتدي طعم حلو جدا ومختلف وميكس كده حلو مع الفطيرة. بجد جربوها، هتعملوها دايما بحبة البركة على الوش. هرجعها كمان مرة على الفرن تكمل التسوية وتاخد اللون الأحمر الحلو بالشكل ده، وهتخرج مورقة وطرية وهشة وريحتها تجنن. سيبوها تهدى تماما، وبعد كده ابدأوا قطعوها وقدموها. من أحلى الفطاير اللي هتجربوها. تقدروا تعملوها طبعا بحشوات كتيرة جدا. أتمنى إنها تعجبكم وتجربوها إن شاء الله، وهستنى رأيكم. أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. ما تنسوش لو انتوا أول مرة تشوفوني لايك وشير للفيديو، واستنوا مني إن شاء الله وصفات كتيرة جديدة الفترة اللي جاية. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض. أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، والسلام عليكم.